اللهم ارزقنا فرحة تدوم وبسمة لا تنقطع وخيرا وفيرا ورزقا كثيرا وعملا صالحا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله بقى من عند البطابيط بتاعتنا ومن عند فراخنا الساسو والبيضه. فحلقه النهارده تبقى حلقه حلوه جدا، حباكي تسمعيها. هنتكلم عن خلطتين باذن الله في حلقه النهارده، خلطه في الميه وخلطه في الاكل لزياده الوزن. وان شاء الله هنبدا نضيف كده حبايه ليهم النهارده. فهقولك الحبايه دي فايدتها ايه، بس لو انتي اول مره بتشوفي القناه عندي اتمنى طبعا تشتركي، واتمنى كمان يا قلب اختك حطي لي اللايك بالله عليكي وشجعيني عشان ان شاء الله نستمر باذن الله. يلا بقى كده تعالوا نبدا الحلقه. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، الاول في البط بدات كده ان انا روتين يومي كل يوم. الادراج دي بتتنضف. الناس اللي بتتكلم برضو عن البطاريه وكده، احنا في فصل الصيف لازم ننضف يوميا. يوميا لازم ننضف البطاريه يوميا، عشان انتوا عارفين كمان في فصل الحر كده ممكن كمان يبدأ يحصل مشكلة عندك في المكان، بسبب طبعا ان انتي سايبة السبلة يوم ويومين. فما ينفعش خالص النظافة دي تبقى يوميا، هتطلع على عينين الطائر تأذيه. فلا، يوم بيوم كده الدنيا بتبقى خفيفة عندك، وكمان مش بتبقى فيها مجهود كتير. فالبطارية حلوة جدا جدا، بس نظافة يوميا في الصيف بتختلف شوية عن الشتاء. الشتاء ممكن أسيب السبلة مثلا يومين مفيش مشكلة خالص، في الصيف لأ خالص. هكذا في الصيف برضو لو انتي بتربي ارضي، الارضي مش بنرش طبقة تبني سميكة، لا احنا بنرش حاجة خفيفة كده خالص، علشان برضو لو حبينا ننظف يوميا يبقى كده احنا مستهلكناش تبن ولا كتير يعني. او اللي بيحط تبن بقى او نشارة زي ما انتي تحبي. فالنظافة اليومية دي أو يوم ويوم هتفرق معاكي بقى في حاجات كتيرة. أولا مش هتبدأ تطلع ريحة أمونيا في المكان، مفيش بقى دبان، مفيش هبوش، مفيش إسهالات كتيرة. فبنحاول إن احنا بالنظافة بتاعتنا دي هنقلل مشاكل كتيرة عند الطائر. تعالوا كده نخش بقى في خلطة النهاردة كده. خلطة النهاردة أهيتي حبايبي عبارة عن النعناع، ورق الجوافة، والحباية الريبو. بإذن الله بإذن الله الخلطة دي ليه بقى هقول أنا عملتها النهاردة وليه حبيت اعملها النهارده. اولا النعناع من فواتح شهيه قوي معاكي. النعناع تنفسي حلو جدا. بصوا الاول خدت كده مج ميه وضفت عليه معلقه اهوت نعناع، وضفت كمان عليه معلقه ورق جوافه حلو جدا، معلقه صغيره، وسبته يبرد خالص. ولما برد اهوت حطيته في مج كده زي ما انتم شايفين. بدات كده اخد الحبايه الريفو كده هبدا اكسرها. ليه بقى؟ لان انا حاسه ان الفراخ الساسه عندي واخده طشمه شويه. فبدات كده اهوت حطيت لهم الحبايه الريفو على رتل الميه، وهاخد ربع الكوباية. هاخد ربع الكوباية اللي أنا عملتها دي. ممكن تضيفي أعشاب كتيرة على فكرة، مش شرط النعناع وورق الجوافة. انت ممكن تجيبي أعشاب، شوية أعشاب كده من عند العطار للبرد، بيبقى عبارة عن 4 5 كده أعشاب. هبقى أسيب لكم فيديو كده برضو إن شاء الله عن الأعشاب دي، وتبدأي إن انت تعمليها وتبدأي تقدميها للطائر كده. حسيت كده زي ما قلت لكم ان الفرخ الساس واخد معايا طشمه بسيطه يعني، بس الحمام عنده زي الفل، السبلة عنده كويسة. فقلت خلاص النهاردة هي حباية يومها بس، يعني بكرة خلاص ان شاء الله ممكن ما احطلهمش ولا حاجة. وهنعمل دلوقتي ان شاء الله الخلطة اللي في الاكل. الفراخ الساسو ليه بقى انا عزلت الفراخ الساسو؟ هقول لكم. انا كنت قبل كده جايبه فراخ بيضه وجايبه فراخ ساسو مع بعض، وربيتهم الاتنين مع بعض، ولما جيت غيرت العلف غيرت للاتنين مع بعض. فما كانش عندي مشكله. ليه؟ لان ما شاء الله كنت جايبه الفراخ الساسو كانت فرزه اولى، كانت حلوه جدا، وكنت تحسي ان احجامها مشابهه مع الفراخ البيضه. فعشان كده غيرت. انما الدفعه دي عشان قلت لكم في مشاكل في الدفعه دي في الاحجام عندي، فاضطريت ان انا اعزل الساسو كده لوحده شويه، وسبت الابيض لوحده شويه، بحيث ان شاء الله الابيض النهارده 17 يوم هو والساسو. هبدا بقى من بكره هنشوف هنعمل ايه، هنغير العلف بقى، وهقول لكم ان شاء الله مع تغيير العلف هنعمل ايه ليهم باذن الله. طيب سبت بقى الساسو شويه، ممكن اكله بس 4 5 ايام، وبعد كده ارجع احطه مع مع الابيض، ما فيش مشكله خالص. وهشوف يعني انا ان شاء الله في الفتره اللي جايه هطلع على السطح بقى الابيض بالساس وكده، ان شاء الله هطلعهم في اوضه على السطح. هشوف يعني انا لسه هعمل ايه، هرتب اموري وان شاء الله واحنا مع بعض. اهوت عم شوقي بيصبع عليكم اهوت
بابدأ كده أشوف بقى أكلوا ما أكلوش، هُم طبعًا إيه، جعانين هيبدأوا ياكلوا أهوّة زي ما أنتم شايفين برضه. زي ما قُلت لِك بقى ما رضيتش إن أنا أحُط ده مع ده علشان كده، إنّما لو أنتِ عندِك الوضع حلو خلاص سيبيهم مع بعض، وفي النهاية هتبدئي تدبحي الأبيض وهتسيبي الساسو شوية. دورة الفراخ الساسو عشان الناس برضه اللي حابة تجيب فراخ ساسو، دورتها معاكِ من 50 ل60 يوم، وفي ناس بتسيبها أزيد من كده. طيب هو الساسو ده حلو في البيض؟ لأ مش حلو. ليه بقى؟ أولًا الساسو مش هيبيض معاكِ كل يوم، يوم ويوم، ومناعته برضه ضعيفة شوية. أنتِ عايزة بيض، هاتي شوية بيض من الفراخ الفلاحي أحسن لِك بكتير، إنما الفرخ الساسو زي الفرخ الأبيض بالضبط، مناعته بتبقى ضعيفة شوية. في لأ طعم اللحم بقى عسل، يعني طعم لحم الساسو أنتِ لو جرّبتيه بُصّي في منتهى الجمال. الناس اللي بتحب الطعم اللي هي الإيه، الفراخ البلدي والكلام ده، هتعجبِك جدًا طعم الفراخ الساسو. وكمان الفرخ الساسو فيه ميزة إن هو لمّا بتيجي تسلقيه أو كده بتبُصّي تلاقيه بيزيد معاكِ كمان في السليق. بُصّوا بقى بدأت أعمل معاكم الخلطة أهيّة، عملت إيه النهارده، عملت البصل. رجعت عملت البصل ليهم مع التوم خلطة يومها. إحنا الصبح بدري دلوقتي، فقُلت خلاص لمّا نيجي نطلع بقى بعد الضهر هاشوف الدنيا عندهم إيه. بس برضه مش هاشيل الخلطة دي من قدّامهم، لإني أنا عندي المكان حلو، يعني المكان عندي مش حَر ولا حاجة، ما فيش حَر بيخش في المكان. بدأت كده حطيت معلقة كركم وحطيت معلقة إيه، حبة البركة أرفع المناعة، وكمان مضاد سموم حلو جدًا ومضاد حيوي. زي ما قُلت لِك الخلطة دي عبارة عن صيدلية معاكِ. بُصّوا زي ما أنتم شايفين، بُصّوا أهوّة العلف زي ما هو، باوريكم بُصّوا أهو ما فيش أي حاجة، هي بس معلقة بصل كده. طيب أنتِ عندِك مثلًا المكان حَر، حطّي معلقة بصل بودر وتوم بودر، ده أساسي عندِك يبقى عندِك في المكان. الأعشاب اللي عندِك في المكان، البصل البودر، التوم البودر، حبة البركة، الكركم، الحاجات الكزبرة، الكمون، تمام، الزعتر، كل الحاجات دي إن شاء الله باعمل لكم حلقة بالأعشاب اللي موجودة عندي وهابدأ أوريها لكم. الحلبة الحصى عندي، الحلبة المطحونة عندي، عندي حاجات كتيرة إن شاء الله هابقى إيه، هاعمل لكم حلقة لو أنتم حابين أوريكم برضه الأعشاب اللي عندي وإزاي باحتفظ فيها برضه وإيه، تقعد معاكِ مدة طويلة ما تقعّديهاش في المكان اللي بتربّي فيه. الأعشاب دي بتبقى برّه، فزي ما قُلت لِك لأ، الأعشاب احتفظي بيها برّه الأوضة خالص، لإن طبعًا في الأوضة ممكن الأعشاب تسخن معاكِ وتبدأ تبوظ، فإحنا مش عايزين كده خالص. إحنا عايزين نستفاد بالعُشبة صح، علشان برضه الأعشاب دي لو باظت معاكِ أو ممكن تعمل دود صغنن كده وأنتِ ما تاخديش بالِك منه ومش هتشوفيه، فبالتالي أنتِ كده بتأذي الفراخ عندِك. فلأ، خدي بالِك الأعشاب، هاتي برطمانات وابدئي حُطّي فيها أو في أكياس كده واربطي واعرفي إن أنتِ رابطة الحاجة كويس، يعني وفي مكان حلو زي ما قُلت لِك، في مكان يكون فيه هوا. أهوّة بدأوا إن هُم ياكلوا، هُم كانوا جعانين بدأوا إن هُم إيه، ياكلوا كده. فدي كانت حلقة النهارده، أتمنى طبعًا فيديو النهارده يكون عجبِك واستفدتِ منّي بحاجة بسيطة يا قلب أختِك. انزلي كده حطّي لي اللايك، أشوفكم بكرة على خير، مع السلامة.